عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ثم تشوفوا في هذا الفيديو نتمنى لكم كامل الصحه والسلامه يا رب العالمين، ونصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله راني جايب لكم هذه الحلوى اللي تقطع كميه كبيره، يعني بمواد بسيطه وتقطع لك كميه كبيره. يعني تعرفوا رام الاختبارات على الابواب، يعني الاختبارات ان شاء الله ربي ينجحنا وليداتنا، وشكون كيما انا يعني الاولاد نتاعها ما يشربوش قهوه حتى لو كان يعني حلوه بسيطه. قلت ما نخليهمش يروحوا المدرسه يعني وهما ما مشكلين حتى حاجه. قلت ندير لهم هذه الحلوى ونشاركها، علاش لا ما نشاركهاش مع خياتي؟ يعني ما كنتش بنصورها، بعد قلت لا غير شاركتها مع خياتي، بالك ثاني هما يبغوا يديروا حاجه خفيفه ظريفه لوليداتهم باش يعني يشجعوهم وباش ياكلوا شويه يروحوا لسانهم محلولين، يعني احسن من اللي يروحوا هكين على معده فارغه. يعني قلت ندير لهم هذه الحلوى البسيطه، يعني بسيطه، و250 غرام تاع الزبده، يعني تخرج لك كميه كبيره ويقدروا وليداتك الصباح ما يروحولكش للمدرسه يفوتوا الامتحانات وهما ما مكالين والو. هنايا شوفوا هاي وين الحلوى نتاعنا كيفاش. الاولى هذيك حشيتها انايا بالحلقومه، يعني واللي ما توجدش عندها الحلقومه ماشي شرط يعني. وهنايا يعني ما كنت كيما قلت لكم باغيه نصور، والله ما كنت باغيه نصور، بعد كينا اخر لحظه قلت علاش ما شاركش معاهم. هنايا كنت دايره 250 غرام تاع 250 غرام عفوا نتاع الزبده، اللي هي 250 غرام تاع زبده. كنت دايره كاس تاع سكر غلاس، ومربيه القشور نتاع الليمون. وهنايا نبدا نخلط بالباتر مليح مليح. علاش الباتر؟ يعني لانه بنخلط زيت وزبده. دائما كي تكونوا بتخلطوا زيت وزبده ديروا الباتر. هنايا درت 3 حبات نتاع البيض. انا الحبات نتاع البيض اللي كانوا عندي صغار بزاف، يعني اللي عندها البيضه كبير ما تديريش يعني دير زوج بيضات، لانه انا عندي البيض صغير بزاف درت 3. نتوما ديروا زوج بيضات يعني كاملين، ما ديروهمش صفار، ولا ديروا بيض كامل باش يقطع لكم كميه كبيره. كما انا نعرفوا يعني البيض راه غالي بزاف، الله يعين كل واحد ان شاء الله في هذه الدنيا. وهنايا بداو كما قلت لكم تخلطوا بالباتور مليح 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 حتى يعني ينسجموا هذوك المقادير في بعضهم كيما راكم تشوفوا. البنات هنايا راه الباتور يتخلط، راكم نضيف معاه هنايا ملعقه ونصف نتاع لافاني. انا نبغي لافاني بزاف، واللي ما تبغيش لافاني عادي ما تقدر ما تضيفهاش، يعني ما تضيفش بزاف. راني درت معاه قشور الليمون، يعني كما قلت لكم قبيله راني ربيت قشور الليمون. وهنايا دوك فانيك نضيف لهم نص كاس نتاع الزيت. هنايا البنات يعني نخلي الخليط نتاعي يتخلط. وين ضفت معاه نص كاس نتاع الزيت، ونقول اي وحده الاولاد نتاعها راهم على ابواب الاختبارات، ربي ينجح كل وليداتنا يا رب العالمين، وكل المسلمين اجمعين، ربي يفرح كل وحده بوليداتها ان شاء الله. واللي ما عندهاش وليدات من هذا المنبر نقولها الله يرزقك بوليدات، والله يجعل ربي يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله، الله يعمر حجرك. واللي اي حاجه يعني مسحقتها في هذه الدنيا نتمنى باذن الرحمن ربي يحققها لها. اللي راهي متمنيه اي حاجه نتمنى ربي يحققها لها ان شاء الله. هنايا شوفوا كيفاش راني نخلط الخليط نتاعي يصبح كريمي. خلوه يتخلط مليح مليح حتى يتجانسوا كامل. علاه البنات ندير الباتر دائما كي ندير لاباط فيها الزيت ندير الباتر باش تجيني لاباط نتاعي هشيشه وشابه. هنايا شوفوا القوام نتاعها كيفاش كريميه ورائعه، جايه كريميه. هاي وين شوفوا كيفاش جات كريميه ورائعه. طلعتها مليح مليح بالباتر يعني مده واحد 10 دقائق، وانا نطلع فيها. هاوين هذوك قشور تاع الليمون اللي راهم يبانوا معاكم. انايا هنايا كيما قلت لكم درت قشور ليمون هذاك الاخضر عطاني بالنشابه. وهنا نبدا نضيف الفارينه. هنا ننصحكم البنات ما ديروهاش عجينه يابسه، ديروها خلوها طريه 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 باش تجيكم هشيشه وشابه. هنايا عندي وحده لا ليفور وزن 10 غرام، واللي تبغيها الكاطو نتاعها يجيها منفوخ بزاف ولا تبغي تصغر فيه دير 1.5 تاع لا ليفور شيميك اللي هي 15 غرام. هنايا ضفت كاس نتاع المايزينا. انا ما كنت ما ضفتوش الخطره الاولى، كنت نسيت حتى من بعد كينا عفوا من بعد كينا زدت هذاك الكاس تاع المايزينا. ونبدا نخلط في العجينه. هاوين حتى تصبح عندي عجينه. هنايا بدلتها درتها فريسيبيون كبير، هذاك صغير بزاف درتها فريسيبيون كبير. وشوفوا هاي وين نوريلكم في القوام تاع العجينه. خلوها يعني طريه طريه، خلوها بزاف طريه باش تجيكم بنينه وشابه. هنايا عندي الحلقومه كما قلت لكم. هنا ثاني الحلقومه جبتها بنت الليمون، انه كما قلت لكم لاباط ربيت فيها الليمون. وجبت الحلقوم بالنت
بذوق الليمون عفوا. هنايا كيما تقدروا ديروا اي حلقومه يعني، كيما تقدروا ثاني كما ديروش كاع وتخلوها بات ساك عادي، ولا ديروا تعمروها ثانيك بشوكولا ثانيك تجي شابه شوكولا تختيني ديروها في لابوش وتعمروها ثانيك وتغلقوا عليها مليح مليح باش ما يخرج لكمش. حتى الحلقوم يعني ديروه في الوسط وبلعوا عليه مليح مليح ما يذوبش ويخرج لكم في الخارج. يعني دوك تشوفوني كيفاش نطيبها يعني ما يخرج ليش. هنا حكموا ديروا كرات كل وحده ودير على حساب العين تاعها. المهم ما يعني ديري حساب لا ليفور بانه داك الحبات نتاعك يتنفخوا ما يقعدوش بهذا الحجم يعني. انا هنايا درت لهم كرات متوسط الحجم. هنايا وين كما شفتوني راني كملت هذاك العجينه نتاعي، درت كرات متوسط الحجم ونديرهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه. وهنا بغيت انايا بقات لي شويه عجينه، قلت علاش ما ننوع لهمش شويه. رحت ثاني جبت هذا المول تاع السيليكون. هذا المول تاع السيليكون يعني يديروا فيه العجينه بلا ما تحشوها لا حلقومه لا حتى حاجه. هنايا خاطرش من بعد ما تطهى كنا بعد ما طيب نديكوريها بالكونفيتور. هذاك علاش ما تحشوهاش اصلا، ما عندهاش وين يعني كي ديروا لها هذه الطريقه في المول تاع السيليكون ما عندهاش الطريقه اللي تقدريش ديري فيها الحلقومه لانه تخرج لك ويذوب لك على برا. هنايا شوفوا راني درت انايا السمك نتاع النصف يعني ما درتش ما عمرتش كامل باه ما ينتفخ لكمش. ديروا حساب لا ليفر دائما ديروا حساب لا ليفر كيما هكا بهذه الطريقه. في مول تاع السيليكون اي مول تاع السيليكون تقدروا ديروها هليلات وتغطسوها بشوكولا، تقدروا شوفوا اي حاجه تفنوا. ها وين لاباط هذه تقطع كميه مليحه وانتم تفنوا لوليداتكم وديروا لهم حاجه شابه باش يشربوا بها قهوه ما يروحوش اللي يكون على معده فارغه يعني وما يركزوش مليح. ربي ينجحهم ان شاء الله كاملين يا رب العالمين. وهنا ثانيك بعد ما كملت ثاني الحبات نتاعي درتهم في المول هذا تاع السيليكون كيما قلت لكم باش نوع لهم شويه باش نوع لهم الطاوله الصباح باش يشربوا القهوه ان شاء الله. هنايا نروح نديرها ثاني كيطيب على درجه حراره متوسطه، نشعلها من تحت ومن الفوق ونخليهم يحمروا شويه. وهنايا بعد ما طاب الكاطون تاعي ها وين حمرته حاجه قليله. شوفوا كيفاش خرج يعني ما خرج منه هذيك الحلقه ما خرجش منه. وهنايا كان عندي نواة كوكو رحت كنت حمرتها شويه في المقله. وهنايا عندي نواة كوكو خليته ابيض نصف حمرته ونصف خليته ابيض. هنايا عندي شويه تاع الكونفيتور درت معاه شويه تاع الماء تاع الزهر باش نخفه، واللي ما يبغيش ماء زهر يعني يدير فيه شويه تاع شربات غير باش يعني نخفوا الكونفيتور تاعنا ما يبقاش جامد بزاف. وهنا نروحوا نحكم يعني الحبات نتاعي تاع الكاطو نبدا ندير فيهم الكونفيتور. كما انا هاد الكره درت فيهم الكونفيتور ودرت فيهم هذاك نواة كوكو اللي كنت حمرته فوق النار والاخر درت له نواة كوكو عادي ابيض. وهنا كما قلت لكم البنات تقدروا تغطسوهم في شوكولا تاع بيضاء، تقدروا تغطسوهم في شوكولا سوداء، كما تقدروا اي نديروا لهم فانيك كلاصاج. كل واحده على حسب ما يبغوا الاولاد نتاعها وعلى حسب ما يكون متوفر عندك صوالح. يعني انا كان متوفر عندي شويه تاع نواة كوكو قلت معليش مهم ندير لهم حاجه ونشاركها مع خياتي. واللي ماهيش على بالي بلي كامل الناس تكون فشلانه وننشطها ونقولها نوضي صنعي لوليداتك حبه حلوى ولا كاطو باهي يشربوا بها قهوه الصباح. يلا يلا البنات اللي راهي فشلانه نقولها يلا ننشطك نوضي صنعي شويه حبيبات كاطو لوليداتك وتقدري ديري نص هذه الكميه تكمليها يعني بسرعه تكون جاهزه للصباح ان شاء الله. هنايا هذاك اللي وريته لكم هذا كونفيتور حكمته طبخته مليح مليح وضفت له ملون مع لاغوم نتاع الفراوله ونديروا عليه نطبخوه يعني يعطينا هذاك يشف لنا هذاك الكونفيتور يعطينا سمك كيما الحلقه ما يقعد لكمش كيما هكا يعني حتى ولا درت الحبه فوق اختها ما تخسر لكمش. وهنايا بعد ما كنت ديكوريت كامل هذوك الحلويات تاعي شوفوا كيفاش خرج يعني صحن بنين ورائع ويعني في متناول الجميع. هنايا نقسم معكم حبه باش تشوفوا الطراوه تاعو يعني هو مهما يقعد ومهما ديريه في بوخت مونجي مهما الطراوه نتاعه تزيد. ها وين يتقسم بكل سهوله. شوفوا كيفاش خرج يعني المنظر تاعو رائع وبنين. نتمنى ان شاء الله هذه الحلوه نتاعي تكون نالت الاعجاب تاعكم ويعني حلوه بسيطه وبغيت نشاركها مع خياتي. كاين بزاف اللي يعرفوا هذه الوصفه يعني غير بغيت نفكركم بها وبغيت نحفزكم شويه باش تنوضوا ديروها لوليداتكم.
كانت هذه هي الحلقه نتاعي، يعني كملت هنايا نتاع هذا الحلوى. نتمنى ان شاء الله البنات اللي راهي متابعتني وما هيش ضغط على الجرس نقولها ضغطي، نتمنى ان شاء الله تضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساونيش البنات من الجام، ما تنساونيش من البارطاج باش تعمل الفائده. شوفوا هاوينا، شوفوا هذا كيفاش خرج هذاك تاع الكونفيتور، عفوا تاع الحلقوماش كي خرج من الداخل. ونقول لكم هنا يتهلاو في رواحكم ومع السلامه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام.